السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. معاكم مثل الناس اللي بيشوفوني لأول مرة، لايك وشير بقى للفيديو، واللي مش متابعني وعامل متابعة للصفحة يعمل متابعة علشان يشوف الفيديوهات بتاعتنا ويعرف احنا بنتكلم عن ايه. النهاردة وانا بفتح الفريزر لقيت اكياس كتير كده في قلب الدراج ملهاش اي لازمة، انا اساسا معرفش هي فيها ايه، فرحت مطلعاهم كده عشان استكشف هما فيهم ايه. يعني انا ساعات بحط حاجات وبنساها، يعني انا مش عارفة جواهم ايه. فتعالوا نشوف مع بعض، نستكشف كده الأكياس دي كان فيها ايه وهنعمل بيهم ايه. يعني اللي عايز يترمى هيترمى، واللي هنستغله هنستغله. تعالوا نشوف بقى ايه معانا ايه. واول كيس معانا كان صدور فراخ فيليه، كانت متشوحة واتبقت منها شوية، وكنت حطاهم في كيس وشايلاهم في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده التجميد او التلج بيغير معالم الكيس، يعني تبقي حاطة حاجة تيجي تطلعيها من التلج ما بتبقيش عارفة هي ايه. فلو انتي مش عاملة ستيكر ممكن تحتاري مثلا في الحاجة اللي انتي حاطاها هي فراخ ولا لحمة ولا ايه بالظبط، خصوصا لو كانت مستوية وكانوا حبات صغيرة كده زي ما انا عاملة. طبعا الحاجة النية، اللحمة النية بتبقى باينة ان هي لحمة نية، والفراخ النية باينة ان هي فراخ نية. انا بتكلم عن الحاجة المستوية. ودي برضو كانت شوية فراخ مستويين، كنت حاشية بيهم حاجات تقريبا واتبقى شوية، فشلتهم في كيس ينفعوا لأي حاجة، وهو جه وقتهم هنطلعهم برضو معانا. هنلم الفراخ على الفراخ واللحمة على اللحمة. الحبات الصغننة دي بقى دي شوية لحمة مفرومة، يعني اللي في العلبة دي كانت لحمة مفرومة، كانت عصاج. وهنا كان معايا عصاج بالبسلة والجزر، وفي عصاج كان معايا بالصلصة، فشوية عصاجات كده مختلفة. هنلم بقى العصاج على بعضه، وهنلم الفراخ على بعضها، ونشوف هنعمل لهم إعادة تدوير. مبدئيا انا جبت حلة وحطيت فيها شوية من السمنة او شوية من الزيت زي ما انتي بتحبي تطبخي، وحطيت فيها بصلاية كده متقطعة جوانح، عايزة تقطعيها اصغر من كده مفيش مشكلة زي ما انتي حابة. بنشوحها كده يدوبك تشويحة تديني لون ذهبي، وبعدين نزلت عليهم بيدوبك نقطتين من المية كده، 3 4 5 معالق كده من المية. وبعد ما حطيت المية عليهم نزلت بمعلقة من المستردة، وبعد كده هحط شوية من الصويا صوص الغامقة، مش هكتر، هحط شوية صغيرين لان الصويا صوص طبعا بتغمق الحاجات وبتغمق الفراخ وبتغمق التتبيلات وكده. فيدوبك هكتفي بشوية صغيرين كده يطعموا معايا التتبيلة والفراخ. عايزة تحطي بقى هوت صوص ماشي، عايزة تحطي كاتشب ماشي، عايزة تحطي دبس رمان ماشي زي ما تحبي. خدت انا بقى الفراخ بعد ما فكت، رحت مقطعاها كده قطع مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، لو حابة تصغري عن كده صغري، حابة تكبري عن كده كبري زي ما تحبي. طبعا دي تنفع مع الفراخ اللي بتتبقى معانا، يعني انتي مثلا جايبة فرخة واتغديتوا منها واتبقى معاكي شوية من الفراخ، ممكن تفصصيهم كده من العظم بتاعهم وتعملي بيهم كده حشوة لأكلة تانية. قلبت بقى الفراخ علشان تتشرب من التتبيلة اللي احنا عاملينها، وبعدين حطيت بقى رشة من الفلفل الأسمر، ممكن تحطي رشة كزبرة، ممكن تحطي رشة شطة لو حباها سبايسي. هحط بقى شوية مية كمان صغيرين علشان برضو يعني التتبيلة تاخد كده مع الفراخ تتطعم بالتتبيلة، ورشة ملح لو احتاجت. وبعدين بقى بقلبها قلبتين على النار كده لحد ما احس ان الفراخ اتشربت معايا بالتتبيله. حطيتها بقى في طبق سبتها تبرد. بصوا البصل عندي ظاهر، لو انتوا حابين البصل ما يبقاش ظاهر ابشريه، لو انتي ولادك من النوع اللي بينقوا البصل ويقعدوا يطلعوه كده ابشري البصل. لو انتي حباه كده كبير مفيش مشكله، اعمليه جوانح زي ما احنا عاملينه. بتحشي بقى بيها قطايف، بتحشي بيها جلاش، بتحشي بيها اي حشوه انتي عايزاها، سمبوسه مثلا. ممكن تحطي عليهم شوية مشروم وتحشي بيهم صينية مكرونة نجريسكو. اما بالنسبة للعصاج بقى فانا رميته لان طعمه غير، فبلاش ان انتوا تشيلوا العصاج فترة طويلة في الفريزر. ده كان فيديو النهاردة، متنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.